هذا البحر لا يوجد في مدينة سلا، بل سلا هي من توجد في البحر. قليل من مياه البحر وحشود هائلة من البشر الذين حجوا جميعا إلى الشاطئ بعد أن حولهم الحر إلى بطاطس مقلية. ما بين إنسان وإنسان آخر ستجد 10 أشخاص وباراسولين. إذا ابتعد عنك ولدك ب2 فقط فكن على يقين أنك لن تجده، سيضيع منك نهائيا وستفتش عنه بالريق الناشف ولن تعثر عليه. إذا تبول نصف أطفال هؤلاء الناس في البحر سيتحول لونه إلى لون ذهبي أصفر فاقع حمضي، ولن يتبقى سوى 2% من ماء البحر النقي. من السلوكيات التي داب بعض المغاربة على القيام بها في هكذا أجواء صيفية حارقة إحضار دلاحة كبيرة أو دجاج محمر أو طون أو رفيساء لتناولها على الشاطئ. لوهلة ستعتقد أنك في سوق أسبوعي شعبي، لا سيما بعد أن تشاهد عشرات الخيام والمظلات وبائع الإسفنج والقهوة والشاي يتجول بين المصطافين. كل هذه التصرفات العفوية الخالية من البرستيج ليست عيبا أو هرجاوية شريطة أن ينظف كل شخص مكانه، وألا يتبول خلسة في البحر أثناء السباحة، وألا يرمي علبة الطون والقشور واللب الأخضر الدلاحي في أعماق البحر أو على جنبات الشاطئ.